تحليل الحوادث مش ورق، تحليل الحوادث حياة أو موت. في السلامة والصحة المهنية دايمًا بيتكرر سؤال مهم، إمتى استخدم الroot cause analysis تحليل الأسباب الجذرية، وإمتى استخدم الfault tree analysis اللي هو تحليل شجرة الأخطاء. تحليل الأسباب الجذرية الRCA ده تحليل ما بعد الحادثة ما تحصل، بنسأل إيه السبب الحقيقي مش مين اللي غلطان، لكن فين الخلل في النظام. ده طبعًا بيكون مُعتمد من الISO 45001 ودايمًا الأوشا بتوصّي بيه علشان نمنع تكرار نفس الحادث مرّة أخرى. أمّا تحليل شجرة الأخطاء اللي هو الFTA ده تحليل استباقي proactive قبل ما الحادثة تحصل، بنفكّر إيه اللي ممكن يحصل أو لو أكتر من جزء فشل في نفس الوقت. طبعًا بيستخدم في العمليات أو في الصناعات عالية الخطورة زي صناعة البترول والطاقة والأمان النووي، وطبعًا مرجعه الدولي هو الIEC 61025. باختصار شديد، حادثة حصلت هنستخدم الRCA، بتصمم نظام أو بتقيم مخاطر معقدة استخدم الFTA. السؤال ليك بقى، هل المنشأة بتاعتك بتستخدم أدوات تحليل حقيقية والّا لسه بنحلل الحوادث على الورق بس؟ لو حاببني أبعت لك نماذج تطبيقية جاهزة للRCA والFTA سيب كومنت بكلمة نماذج واعمل follow عشان يوصلك كل جديد عن السلامة والصحة المهنية.